اولا تعزينا الحاره المرحومه نوره، وكذلك لجميع العائله ديالها الصغرى والكبرى ومكونات فريق الرجاء البيضاوي على هذا الحدث المؤسف. صراحه اليوم غادي نتكلموا بشقين، الشق الجنائي والشق يعني اللي عنده علاقه بالقضاء، فغنخليه القضاء ياخذ المجرى ديالو، ونحن كلنا على ثقه بالقضاء وبانه ما يمكن الا غادي ياخذ العداله غادي تاخذ المجرى ديالها. انا غنتكلم بما يخص الجانب الاخلاقي والاداري، لان كازا ايفنت اليوم هي تاخذ البيدجي ديالها من مجلس مدينه الدار كما تتعرفوا، وبالتالي هي المسؤوله على حسب الاتفاقيه اللي دايرين معها على تسيير الملعب ديال دونور، وبالتالي احملها المسؤوليه في هذا الشق. اولا السيد المدير ديال كازا ايفنت لا يتواصل، وهذا مشكل كبير. نعرفوا ان اليوم بيضاويين باغيين يعرفوا شنو وقع بعدا، حتى ما عطاهم الاجوبه. علاش؟ لان هذا السيد هذا يا ما عندوش فريق ديال التواصل، يا هو ما تيتواصل، فهذه مسؤوليته، بالتالي يتحمل المسؤوليه. المساله الثانيه الجانب التقني ديال التسيير، واش هذه الشركه ما عندهاش بيجي؟ وهذا تساؤل مثلا يتساءلوا البيضاويين، واش ما عندهاش بيجي انها تجيب اطور متخصصه؟ لا، اليوم حنا موقعين اتفاقيات، والميزانيه ديال مجلس مدينه الدار البيضاء تؤدي الاتفاقيه ديالو، تؤدي البنود الالتزامات ديالو الماليه، وبالتالي هذه الشركه خصها تجيب اطور متخصصه في تسيير ملعب كبير. ما قدوش او ما عندهمش هذا الشيء، يمشوا بحالاتهم. يعني مساله هكا دايره، ما قدرتيش تسير خاصك تمشي بحالاتك، لان هذه التزامات، هادو ماشي لعب. ثانيا ما نبقاوش دائما نلوحوا دائما الكره للجماهير. سيدي راه الجماهير انت راك عارف انك تتعامل مع جوج فروق كبرى عندهم جماهير عريضه، يعني توقع غتجي 45 او تجيك 40 او تجيك توقع او تجي اكثر. اذا انت شنو الدور ديالك؟ تنظم هذا الشيء. واش تنظمه؟ اولا انك تضبط التذاكر، لان تنعرفوا بان كاين السوق السوداء، تنعرفوا بان تيتسكانا واش هذا الشيء راه تعرفوا حتى الصغير. اذا انت اللي شركه ما عرفش هذا الشيء، وجد الحلول، ماشي تبقى تبكي على الاطلال، لا وجد الحلول. اذا هذه مسؤوليه تقنيه، انا باقي معكم في المسؤوليه التقنيه ديال هذه الشركه هذه. مستقبل الشركه ديال كازا ايفنت مع مجلس المدينه واش مازال مستمر، ولا يقدر يحدث هنايا بسبب هذه الاختلاسات اللي واقعه، ويقدر تعوض بشركه ديال سونارشيز؟ شوف، انا بالنسبه لي اليوم تنتكلم كشخص بعدا كمنتخب، انا عبرت على الراي ديالي. هذا السيد المدير ديال كازا ايفنت خصو يمشي بصدق. الشركه كامله عندها مشكل اليوم. الا كنا تنهضروا على ان الشركه، لان تنهضروا الشركه كمؤسسه، ولكن كافراد ممكن ان مثلا نغيروا مدير، نغيروا طاقم، يجيو ناس اخرين وتعاود الامور، ما كاينش اشكال. لان المشكل دائما ماشي في الشركه كمؤسسه وكذا، في الاشخاص المسيرين اللي تيتحملوا المسؤوليه. ممكن نديروا هذا لي شونجمون. تغيير الشركه بكذا باقي ما تكلمناش عليه، لانه كما تتعرفوا كاين التزامات ديال مجلس مدينه الدار البيضاء مع شركه التنميه المحليه، وبالتالي صعيب اننا اليوم نتكلموا على هذه المساله هذه، ولكن تنتكلموا على تغيير المسؤولين الاداريين ديالها. هذه حقنا نتكلموا عليه، وكاينه في الاتفاقيات، لان ما يمكنش اننا ما نتكلموش ان كاين خلل. السيده الرئيسه كما شفتوا اليوم في اللجنه الاخباريه او في التقرير الاخباري اللي قالت انها دارت واحد الاجتماعات مع جميع شركات التنميه المحليه ما فيهم كازا ايفنت، وبالتالي كان واحد الافتحاص معين لهذه الشركات. راه حنا طالبنا السيده العمده انها تعطينا مخرجات ديال هذا الشيء، زائد لجنه التتبع. تعرفوا ان كاين لجنه التتبع اللي دايرها مجلس مدينه الدار البيضاء باش يتبعوا التسيير ديال كازا ايفنت مع دونور. احنا طالبناهم كذلك انهم يعطيونا مخرجات حتى هما ويديروا الخدمه ديالهم باش نوروا الراي العام ان شاء الله في هذه المساله هذه. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.